صدقوني والله العظيم ما فيهاش ندم. مش هتندموا ابدا انكم عملتوه، حاجه مختلفه. ما تقلقوش من كميه توابله، هي بجد مدياله طعم جامد جدا، من الحاجات الفخمه بجد. على فكره احنا بنحيي أهل اليمن على الاكله الجميله دي. كلاكيت لتاني مره، اكله من كتر جمدانها قررنا نصورها لكم تاني. احنا صورناها قبل كده، مليانه نكهات واطعم كتير جدا، وفي نفس الوقت بتتعمل في حله واحده. ينفع تعملوها بلحمه وينفع تعملوها بفراخ، والنتيجه هتبهركم. ولا هي كبسه ولا هي بخيري. اللي يعرفها يا ريت يقول لنا على اسمها. يلا نوريكم الطريقه. السلام عليكم حبايبنا في الله. اول حاجه معانا فرخه. الفرخه احنا مقطعينها تقريبا على 10 قطع، يعني 10 12، المهم انها قطع صغيره مش كبيره، ونقعينها تقريبا حوالي ساعتين في ميه وملح وليمون مش خل. ومعانا كام قطعه لحمه للي مش عايز ياكل فراخ. بوله حلوه كده. نبدا ننزل فيها بالتوابل: بابريكا، فلفل اسود، بهارات لحمه، واحنا بنحط على الفراخ بهارات لحمه، شويه جنزبيل، ملح ظبطوه حسب ذوقكم، وشويه كاري. معانا علبتين زبادي، والحاجات دي مفيش غنى عنها، من الاساسيات. بصوا انتوا الاكله دي بالذات محدش بالملي. عايزين تطلع كده لازم تمشوا على الخلطه بالظبط. بسم الله بسم الله. نقلب بقى. قلبنا الخليط 100 100. ناخد منه حوالي معلقه كده او معلقتين على اللحمه. ليه قليل على اللحمه؟ عشان اللحمه ما بتبقاش زفر. ندي تقليبه كده. هنسمي الله بقى وننزل بقطع الفراخ. بسم الله. ندي تقليبه كده برضو. ما بحبش الطبق ده. خد يا مؤمن. احسن. ريح نفسك. سلام على الام وحنان الام. اهم حاجه ان التتبيله توصل لكل قطعه. تقطعوا الفراخ قطع صغيره. يعني بصوا احنا مثلا الورك قاطعينه على دبوس وورك، الصدر قاطعينه على 4 تقريبا. هنغطيها ونركنها على جنب لغايه ما نكمل بقى باقي الاكل. معانا 3 حبات بطاطس هنقطعها مكعبات صغيره بالحجم الصغير ده. طبيعي في الوصفه الاساسيه هم بيجيبوا بطاطس اللي هي بيبي بطاطس كده ويحطوها سليمه، بس طبعا احنا ما بنعطلش. ودي اسرع، دوك عايزه غسيل بقى وتقشير وغلانه كده. هما كفايه حبايتين بطاطس. خلاص احنا هناخد 2 بطاطس. احنا هناخد 2 بس لان لقينا 3 كتير. نسبه وتناسب حسب حجم البطاطس. حجم البطاطس. ايوه. معانا حوالي كيلو بصل. 4 كبار كده حلوين. ايوه حوالي كيلو. طبعا قطعت البطاطس كالعاده. لا انت اللي بتحب التقطيع والله. لا انت دايما بتقول لي انا بحب التقطيع. ما سبتنيش اقطع البطاطس. طب هات وانا اقطع البصل. خلاص يا ستي نقطعه عشان تعاطفوا معاكي. انا هقطعه جوليان. احنا بنحب نقطع الجوليان كده. بصوا نقطع الحته دي. ايوه. نقطع اللي هي القلب اللي ورا ده وقطعوه الجوليان بالجنب كده. هي عامة مش هتفرق طريقة التقطيع، بس احنا يعني دي الأسهل. البصل صعب معلش جدا. خلصنا البصل يلا نسويه. طاسة هننزل بمعلقة سمنة، نص كوباية زيت. هننزل بمكعبات البطاطس اللي قطعناها، وأول ما البطاطس تاخد تحميرة بسيطة وتبدأ تلون هنطلعها في طبق على جنب. وهننزل بكل كمية البصل اللي معانا. وأول ما البصل يتحمر بالشكل ده هنطلعه من الزيت ونركنه على جنب. في نفس الطاسة هننزل بمعلقة سمنة، هننزل بقطع اللحمة. أول ما تاخد لون هنقلبها على الناحية التانية. أول ما تحمر هنطلعها بره في طبق. مكان اللحمة ننزل على طول بالفراخ، وأول ما تاخد لون هنقلبها على الجنب التاني على طول، وهنخلص باقي الكمية ونرجع لكم على طول. خلصنا تحمير كل حاجة زي ما انتوا شفتوا كده. هنبدأ بقى بالطبقات. أول حاجة كل الحاجات اللي في الطاسة ومكان تحمير الفراخ واللحمة هننزل بيها في الحلة بتاعتنا. هو أساسا احنا عملنا غلطة افتكرناها بعد ما عملنا، إن احنا المفروض بنستخدم نفس الحلة لكل حاجة عشان تطويل. انما هو حله واحده حمروا فيها وقلوا فيها واعملوا كل حاجه عشان تبقى حله واحده. اكله حله واحده بالظبط. هنسمي وننزل بقطع الفراخ هنرصها من تحت. هننزل بالصوص اللي نزل من تحمير الفراخ. اللحمه اللي احنا حمرناها الاساس انها بتتعمل بلحمه لوحدها وفراخ لوحدها، بس احنا يعني عملنا كده عشان اللي بيحب فراخ ياكل واللي بيحب لحمه ياكل. بسم الله. بس عموما لحمه وفراخ الاثنين نفس الطريقه بالملي. على فكره احلى الحاجات اللي انا اكلتها دي حقيقه بجد. احنا قلنا قبل كده بصراحه تحفه عظيم. ده باقي نقع الفراخ واللحمه من الزبادي والتوابل، يعني هننزل بيه. مش هنرمي اي حاجه، بتوابل وبزبادي بكل حاجه. هننزل بنص كميه البصل. نص كميه البصل اللي احنا حمرناه. هنبدا ننزل بالتوابل، والتوابل دي كلها ما فيهاش نقاش. لازم تنزلوا بحاجه زي ما احنا نازلين كده. نجمه ينسون كام واحده كده، وكام واحده حبهان، فلفل اسود شويه صغيرين، المفروض جنزبيل فريش بس احنا هننزل بشويه بودر عشان ما عندناش، شويه كمون خشن، شويه كركم، عود قرفه، شويه قرنفل، سنه بابريكا صغيره، 4 فصوص ثوم مفرومين، وقرن فلفل حامي. وطبعا ده اجباري مش اختياري. اديهم تقلبه كده وهننزل
وننزل بيهم على الفراخ. هنحط معلقه، وما ننساش ان تتبيله الفراخ فيها ملح فما نكترش. شويه نعناع اخضر صغيرين هنرشهم كده، ولازم اخضر ما ينفعش ناشف. يلا نار. هنحط على النار وهنغطيه بميه مغليه. وبعدين هنبدا نضيف البطاطس ونضيف فوقيها الرز. بعد كده هنضيف البصل اللي احنا حمرناه، وهنضيف عليه النعناع وشويه من الكزبره. وبعدين هنضيف كوبايه لبن. المفروض ان احنا بنبقى حاطين عليها سنه زعفران، بس احنا ما عندناش فعادي مش هتفرق. هنوطي عليه النار ونسيبه يستوي زي الرز بالظبط. بسم الله. طفينا عليه النار، نبدا نديله قلبه. ايوه بسم الله. يلا يا امي. بسم الله. يا جماعه شايفين؟ بصوا بصوا سلام على الجمال، ايه الحلاوه دي. بصوا بصوا تقطيع الفراخ، سهوله في الاداء. بصي احنا كده كده بنعشقه. ايوه وهو جامد فعلا، من الحاجات الجميله جدا. دي حقيقة. جدا. بصوا اصلا يعني انا عاوز اوريكم ذوبان كل حاجه. الفراخ دايبه ازاي، اللحمه دايبه ازاي، اللحمه دايبه، الرز، البطاطس، كل حاجه فيه حرفيا بتبقى دايبه وجامده. بسم الله عظيم. اكتر حاجه كانت مخوفاني لا. اول مره كان النعناع. احنا بنخاف عامه من ان احنا نتبل الاكل كتير لانه بيطلع مش حلو. الا دي حطوا فيها التوابل كلها وبتطلع جامده، وبتطلع تحفه مش جامده. والنعناع الفريش بجد بيديها نكهه بسيطه في الاخر تحفه عظيمه. والكزبره الخضراء والمره اللي فاتت عملناها من غير بطاطس، بس المره دي ضفنا البطاطس. صدقوني والله العظيم ما فيهاش ندم. مش هتندموا ابدا انكم عملتوه، حاجه مختلفه. ما تقلقوش من كميه توابله، هي بجد مدياله طعم جامد جدا. من الحاجات الفخمه بجد على فكره. احنا بنحيي أهل اليمن على الاكله الجميله دي. من احلى الاكلات اللي ممكن تاكلوها فعلا. الفراخ بتطلع دايبه لانها استوت بالراحه، واللحمه نفس الحكايه. الرز تحفه ما فيهوش غلطه. كله كامل كده على بعضه، بيكمل بعضه. ايوه، والنكهه بجد هتنبهروا. محتاجه شويه دقوس بقى، هتدوقوا عظمه، جربوه هتدمنوه. صدقوني والله العظيم عظيم. ودمتم سالمين والى اللقاء في رعايه الله.